زي ما احنا معودينكم بالحاجات الجديدة والغريبة في القناة بتاعتنا، النهاردة جبت لكم المنظار الداخلي للأذن. اوقات كتير جدا في البيت عندنا بنحتاج نشوف ايه المشكلة اللي في ودننا، عايزين نشوف هي نظيفة ولا لا. النهاردة جبت لكم منظار كويس جدا، والمميز فيه ان هو تقدر تربطه في الموبايل بتاعك وتقدر تشوف كل حاجة داخل الأذن عندك بدقة كويسة جدا. ان شاء الله في الفيديو ده هنشوف ازاي ممكن نستخدمه وازاي ممكن نربطه مع الموبايل. تابعوا الفيديو معانا للاخر. المنظار اللي معانا النهارده بيجي من شركه بي بيرد بموديل R1. فايده المنظار ده ان انت بتقدر تشوف الموجود، يعني الحاجه اللي موجوده في اذنك من خلال الموبايل، وتستعرض اذنك فيها ايه بالظبط عشان تقدر تنظفها بسهوله. اول حاجه هتظهر معانا هنا دليل المستخدم. لو جينا بصينا كده على اهم الامكانيات، عايز اقول لك ان البراند بتاعه اللي هو بي بيرد، الموديل بتاعه R1. اهم حاجه عندنا هنا الكاميرا بتاعته بدقه 3 ميجا بكسل. هنا برضو بيقول لك ان البطاريه بتاعته 180 ملي امبير. هنا بيقول لك تقدر تشتغل معاك حوالي ساعه وتشحن معاك في ساعه. الكهرباء او الباور بتاعه 5 فولت ونص امبير. وزنه كله على بعضه 13 جرام. لو جينا بصينا كده على المكونات، فهيظهر معانا كابل شحن من نوع المايكرو يو اس بي، ويجي معانا هنا قطعة غيار اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي، وبعد كده هيظهر معانا هنا المنظار نفسه. حجمه صغير جدا زي ما انتم شايفين كده. هيظهر معانا هنا زرار باور، ومن تحت كده هيظهر معانا منفذ الشحن من نوع المايكرو يو اس بي. من الامام كده هيظهر معانا دي القطعة اللي بننظف بيها الاذن، وهنا هيظهر معانا العدسة او الكاميرا، وبرده الاضاءة بتاعتها. هنبدأ نشغل من هنا كده. نور معانا زي ما انتم شايفين، في هنا اضاءة ليد علشان تنور لك كويس. دلوقتي عشان نقدر نستخدم الجهاز ده مع الموبايل، طبعا نحتاج ندوس على زرار الباور هنا وننزل برنامج بي بيرد اللي انتم شايفينه، وبعد كده هنا نروح على هنا بيقول لك لازم تفتح الواي فاي. هندوس كونكت واي فاي دو ات. طبعا نديله جميع الصلاحيات اللي هو هيحتاجها علشان نقدر نشغل الجهاز او نوصل الجهاز مع الموبايل. نفتح الواي فاي. دلوقتي هيبدأ يعمل سيرش على الجهاز نفسه. ظهر معانا هنا بي بيرد R1. طبعا هنا بيقول لك ان الجهاز ده او ان الشبكه دي ما فيهاش انترنت. احنا هنختار الاختيار الثاني علشان يقدر يربط لنا الجهاز ده مع الموبايل. هنروح دلوقتي نرجع للبرنامج. ظهر معانا هنا الجهاز اللي هو بي بيرد R1 سيريس. هندوس جو نيكست. هنا بيقول لك ازاي ممكن تفك القطعه ديت وازاي ممكن تنظفها. الكلام ده كله من خلال الخطوات اللي انتم شايفينها ديت. زي ما انتم شايفين كده ظهر معانا. عايز اقول لك ان دقه الكاميرا بتاعته ممتازه جدا بصراحه. زي ما انتم شايفين كده، زي ما انتم ملاحظين، فهو جايب الشعرايه حجمها كبير جدا والدقه بتاعتها ممتازه. طب احنا هنجرب دلوقتي نروح نوديها في الاذن عندنا ونشوف. يعني معلش هنقرفكم شويه بس لازم نشوف الدقه بتاعته. طبعا احنا دخلناها في الاذن كده، زي ما انتم شايفين كده الدقه بتاعتها ممتازه جدا. نقدر نعكس الصوره من هنا عشان تقدر تتحكم. شوف بيدخل معاك كده بشكل كويس جدا. زي ما انتم ملاحظين كده بيجيب كل حاجة موجودة عندك في الأذن بشكل كويس جدا. معلش انا مش عايز اتعمق اكتر من كده علشان يعني الفيديو يكون خفيف عليكم. انا شايف انه استخدامه سهل جدا. تقدر تستخدمه في تنظيف الأذن. لو عندك اي وجع او اي مشكلة ممكن تشوفها من خلال الجهاز اللي انتم شايفينه ده. استخدامه بسيط جدا، سعره يعني بسيط. في نفس الوقت هنا برضو بيجي معاها قطعة سبير ليها. هنا القطعة المتوفرة فيها هنا قطعة معدن، والمتوفر هنا في القطعة اللي بتيجي ديت هي قطعة بلاستيك. تقدر تستخدمه اكتر من مرة، لكن طبعا ما ينصحش بيه ان انت تستخدمه كتير جدا علشان ما يأثرش على الاذن عندك. طبعا ما تسيبهوش قدام الاطفال علشان ما يعمل لهمش اي مشاكل. يعني بقدر الامكان انت ما تلعبش في الاذن عندك بشكل كبير. كده احنا وصلنا لنهايه الفيديو. لو انت مش مشترك في القناه بتاعتنا على اليوتيوب، انصحك ان انت تروح تشترك لو انت مهتم بالمنتجات التقنيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.